في بيته المتواضع الأشبه بكوخ ريفي رغم وجوده في حي بمدينة السوقر، يحيط الطيب نفسه بعدد من الهواتف وبوسائل العمل المتوفرة لديه، وإلى جانبه يجلس ابناه يعوضان عينيه بحرصهما على مساعدته في تفكيك وتركيب أجزاء الهواتف النقالة التي تخصص من سنين في إصلاحها. فبعد إصابته بالعمى توقف عن تجارة الخضر والفواكه التي كان يمتهنها، وشرع في تعلم إصلاح الهاتف في بيته وبنفسه. يعني في 10 سنين معه، والحمد لله يا ربي. نهار نصور ديك 40 60 80 الحق طرات حتى ل 200. كي تكون حاكمة نصور 200 عاد، كي ما تكونش حاكمة خطرات نصور 10,000 يجي حال نضرب كل نهار في البارات. وكي كيما نبيعش نبيع بطاريات، عندي بطاريات نبيع سامسونج، عندي نوكيا، عندي تاع الديجيتالات عندي. في هذه السويقة بمدينة السوقر في ولاية تيارت تعرض للبيع كثير من السلع ومنها الهواتف النقالة المستعملة. وفي وسط الجموع من الباعة والمشترين يبدو الطيب شيبوط الكفيف الذي يأتي إلى هنا بمساعدة أحد ابنيه كلما كانت هناك حاجة لاقتناء أحد الإكسسوارات أو هاتف عاطل يمكن أن يباع بعد إصلاحه أو يتحول إلى قطع غيار تفيد في بعث الرنين في هواتف أخرى عاطلة. طيب شيبوط معروف في السويقة، فرغم إعاقته البصرية يتعامل معه الناس بشكل عادي في البيع أو الشراء. هاني كبر فيهم نعيش فيهم، هاني يكبروها إيه يلبس صباط ولا يلبس تينيسة ولا بالبرا. قد ما قال لك ماناش باغيين نطلبوا، ماناش باغي نروحوا عند الجوامع لله في سبيل الله، ماناش نحوسوا عليها. قال لك الشكوى من دون الله ما زلنا. زباينه كثيرون، بعضهم من جيرانه والبعض الآخر من أحياء أخرى. هو محل ثقة الجميع ويعتمدون عليه في إصلاح هواتفهم وبديل لمصلح هواتف آخرين. لعل الإتقان وعدم الطلب المقابل الكبير. فتح الهواتف يتم بمفك البراغي، وفصل القطع الملحومة يكون عادة بالحرارة، حينا بمجفف الشعر وحينا آخر بالولاعة، والمهم أن يتم الوصول إلى الهدف بانتزاع قطعة فاسدة من هاتف سليم أو قطعة سليمة من هاتف فاسد. عند الطيب كثير من هياكل الهواتف وقطع الغيار، الأهم منها توضع في هذا الكيس البلاستيكي. يجرب بمنتهى الثقة، يتعرف باللمس على أنواع الهواتف ويستعين بشفتيه في بعض الأحيان لمسك البراغي أو شرائح الهاتف. العينان كفيفتان، ولكن اليدين تقومان بدورهما على أكمل وجه، حيث الأنامل تدقق في كل قطعة من الهاتف، تبحث في تفاصيلها عن لقمة العيش لفلذات كبده. توحي لهما نفس عزيزة بأن الكرامة من هنا تحت لحام مركب إلكتروني أو في بطارية تافهة، وأن الإعاقة ليست في أن تكون العين ضريرة، إنما الإعاقة في أن يكون القلب. في وقفته مع الجيران أمام باب بيته راح يستظهر إحدى وسائل عمله، إنه يستغل شريحة للطاقة الشمسية لتجريب الهواتف كبديل عن الشاحن الذي لا يمكن استغلاله في السوق. فكرة رائعة، فالشريحة موصولة بأهم أنواع كوابل الشحن، والمهم عنده بذل أقصى الجهود لإعالة أطفاله. الطيب كان مبصرا قبل بداية الألفية، لكن فاجأته نوبة ضغط دموي مرتفع ذات يوم غيرت مسار حياته وأصبح كفيفا بعدها. جاتني لاتونسيون وكرست واحد الشناوة في 2003 وقيلا. درت فاكس اليوم قال لي عندك 5 ملاير.
والله الدوسي قطعته ما عنديش بلة غالب مانيش نكذب أنا ما عنديش، وراني صابر ربي حتى يفرج. ذهاب نور البصر لم يطفئ البصيرة، فقد أغنته مهارة إصلاح الهواتف عن طلب الصدقة، فهو معاق لا يرى، لكن حرصه على العفاف والكفاف جعله لا يمد يده ولا يتوسل رغم تعقد الحياة وكثرة المصاريف.